التقييم التاني تاني إعدادي. هنا أول حاجة ده نموذج ألف. أول حاجة أنا هنا عندي زوجين مرتبين متساويين. طيب أول حاجة أنا باجي أقول الأول يساوي الأول، المسقط الأول يساوي المسقط الأول، والمسقط التاني يساوي المسقط التاني، وهنطلع منها معادلات ونكمل. يعني مثلا إكس أس 5 هنا بيساوي 32 أهي، إكس أس 5 بيساوي 32. طب منها إكس أس 5 32 هحولها للصورة الأسية تبقى كام؟ تبقى 2 أس 5. طيب بص هنا أس بيساوي أس، يبقى أكيد الإكس هتساوي 2. الخمسة هنا خمسة هنا يبقى أكيد الإكس هتساوي 2، يبقى على طول كده إكس تساوي 2. طيب بعد كده المسقط التاني يساوي المسقط التاني، يبقى واي زائد 1 بيساوي الجذر التكعيبي ل27. طيب يبقى واي زائد 1 بيساوي الجذر التكعيبي ل27 كام؟ 3. يبقى ودي الواحد الناحية التانية بإشارة مخالفة، هو زائد يروح هناك يبقى ناقص، يبقى أنا كأني بقول واي بتساوي نزل ال3 ناقص 1 يساوي 2، يبقى واي تساوي 2. طب هو عايز إيه؟ هو عايز إكس ناقص واي. طب الإكس ب2 ناقص الواي ب2، 2 ناقص 2 يطلع 0، يبقى الإجابة 0. طب الاختيار التاني هو الإكس هنا بالمجموعة 2 وواي المجموعة 3، إكس ضرب واي بتساوي. خد بالك عشان الاختياري هنا مختلف شوية. الضرب الديكارتي بيكون الناتج بتاعه مجموعة وجواها زوج مرتب. طب أنا هعمل قوس المجموعة أهو، جواها بقى زوج مرتب اللي هو كام؟ المسقط اللي واخده من إكس واللي واخده من واي، يبقى واخدين من إكس مين؟ 2 و3. يبقى دي الإجابة اللي بالشكل ده، قوسين مجموعة وبينهم زوج مرتب. السؤال اللي بعد كده برضو زوجين مرتبين متساويين، يبقى الأول يساوي الأول والتاني يساوي التاني. طب تعالى نشوف. إكس ناقص 2 يساوي 5. طيب أنا عايز الإكس. طب عايز الإكس معناها إيه؟ اسأل عقلك كده. معناها إن أنت هتودي ال-2 دي الناحية التانية، هي -2 تروح هناك تبقى -2، يبقى أنا هو الإكس بتساوي 5 زائد 2 يبقى بتساوي 7، يبقى الإكس ب7. افتكر كده أهو إن الإكس تساوي 7. طيب تعالى بقى المسقط التاني يساوي المسقط التاني، يبقى هقول 9 بتساوي إكس زائد واي. طب احنا قلنا الإكس بكام؟ مش قلنا الإكس ب7؟ خلاص ممكن أكتبها كده، 9 بتساوي بدل إكس حط مكانها 7، 7 زائد واي. طب أنا هنا عايز الواي لوحدها، يبقى اخلص من ال7 اللي جنبها، تروح الناحية التانية هنا بإشارة مخالفة، هي زائد تروح هناك تبقى ناقص، يبقى كأني بقولك واي بتساوي 9 ناقص 7 يساوي 2، يبقى الواي تساوي 2. طيب كده أنا جبت الإكس 7 والواي ب2. هو عايز بقى جذر التربيع ل3 إكس زائد 2 واي. خلاص هعمل جذر أهو، 3 إكس يبقى 3 في 7 زائد 2 واي، نزل 2 الأول في واي ب2 برضو، يبقى ده بيساوي جذر 3 في 7 بكام؟ 21 زائد 2 في 2 ب4 اللي هو جذر 25 اللي هو بيساوي 5، يبقى الإجابة 5. بعد كده سؤال أشكال فين من الأسئلة اللي لازم تيجي في الامتحانات. مديك 3 مجموعات A و B و C وعن طريق شكل فين. عايز أول حاجة A تقاطع C ضرب ال B. طيب عشان تعمل دي الأول لازم الأول تجيب A تقاطع C ده. قبل ما أبدأ أحل الشكل النهائي لازم أجيب الأجزاء. هنا عندي الجزء الأول أهو A تقاطع C والبي عندي. طيب A تقاطع C أهي، تعالى كده نبص على الرسم. A أهي والسي أهي. التقاطع دايما بيكون إيه بقى؟ بيكون الجزء المشترك في الرسم أهو، ده كده التقاطع. طب مين جوه التقاطع؟ 2، يبقى A تقاطع C عبارة عن 2 أهو. A تقاطع C اللي هو الاتنين أهي. طب بعد كده هو عايز ضرب البي، يبقى أنا كأني بقول لك كده 2 اللي هي A تقاطع C ضرب البي. تاني كده A تقاطع C اللي هي الاتنين.
طيب ضرب البي، طب اهي الاتنين ضرب البي. طب البي بكام؟ عندي هنا مشكلة. البي بكام؟ البي اهي، تعالى نعمل كده دايرة على دايرة على البي كده اهي بالاحمر اهو. طب مين بقى اللي دخل ضمن الدايرة الحمراء؟ 1 و5 و7. يبقى انا كأن المسألة بتاعتي بقت كده 2 اللي هي التقاطع سي ضرب البي اللي هي 1 و5 و7، ده بيساوي 2 و1 اهو، 2 و1 2 و5 2 و7، وتبقى خلصت على كده. يبقى أول حاجة أنا جبت إيه تقاطع سي، وبعد كده جبت البي وضربتهم في بعض. المطلوب التاني سي اتحاد بي ضرب البي. طيب سي اتحاد بي ضرب البي. طب تعالى نشوف، احنا خلاص البي عرفنا هي ايه، هي 1 5 7. تعالى كده نكتبها عشان نبقى جمعنا. البي اللي هي 1 و5 و7. طيب ناقص سي اتحاد بي. طب تعالى كده اهي سي اتحاد البي. الاتحاد هو ايه بقى؟ هو العناصر اللي موجودة في الشكلين معا، في الدايرتين معا. يعني السي اهي والبي اهي، دول بعاد عن بعض خالص. طيب فلازم نعمل ايه بقى؟ نحددهم الاول. السي اهي هي الدايرة بالاحمر دي كده كلها اللي هي 2 و3، والبي اللي هي 1 5 7. يبقى انا كأن السي اتحاد بي عبارة عن 1 و5 و7 وكمان معاهم الاتنين والتلاتة، هي دي سي اتحاد بي. حطوا الدايرتين مع بعض في مجموعة واحدة. طب هو عايز الضرب بتاعه، يبقى سي اتحاد بي ضرب البي ده بيساوي، شوف بقى، 1 و1 1 و5 بعد كده 1 و7 بعد كده 1 و2 بعد كده 1 و3. طيب خلصنا كده الواحد، خش على الخمسة. 5 و1 5 و5 5 و7 5 و2 5 و3. كده خلصنا الخمسة، خش على السبعة. 7 و1 7 و5 7 و7 7 و2 7 و3. ويبقى خلص السؤال على كده. آخر سؤال في النموذج هو بيقول هنا سي عبارة عن 1 و7، بي عبارة عن 4 و2 و7، A 1 7 و9. اوجد A ضرب C ومثلها بمخطط سهم. طيب تعالى نجيب المطلوب الأول، A ضرب ال C. ال A ضرب ال C. طب تعالى نشوف ال A أهي وال C أهي. طب ال A نبدأ من ال A، خد بالك نبدأ من ال A وتروح لل C، يبقى 1 و1 1 و7. كده خلصنا الواحد، خش على السبعة. 7 و1 7 و7. طب كده خلصنا السبعة، خش على التسعة. 9 و1 و9 و7. كده أنا جبت إيه ضرب السي. هو عايز تمثيل مخطط سهمي، اوعى تنسى دي، سهلة جدا. أنا يعني اوعى تنساها لأنها فعلا سهلة، حرام إنك تنساها وتسيبها. هعمل مستطيلين كده، اكتب هنا A وهنا C. اكتب لي هنا كل عناصر ال A اللي هي 1 7 9. بعد كده C 1 7 ونبدأ نوصل. 1 1 7. بعد كده 7 1 7 9 9 9. كده يبقى ده المخطط السهم. طيب هو لسه عايز بعد كده B ضرب A اتحاد C. طيب البي خلاص عندنا، هل عندك اتحاد C؟ لا. الفكرة ان انا بشوف المكونات عندي اصلا موجودة ولا لا. زي ما بعمل اكل لازم اكون مجمع المكونات الاول. البي عندي خلاص اهي، انها مش عندي اتحاد C، فلازم اقول اجيب ايه اتحاد C الاول. ايه اتحاد C يبقى العناصر المشتركة، العناصر كلها مع بعض. يعني هكتب الايه كلها كده 1 7 9. طب السي الواحد موجود، السبعة الواحد موجود، يبقى كده خلاص. يبقى اتحاد سي 1 7 9. هو عايز كل الكلام ده
البي هي الأول، يبقى عايز بي ضرب A اتحاد C. طيب تعال نشوف كده البي بإيه؟ البي ب4 2 7. طب تعال نكتب مجموعتين كده عشان واضحين قدامنا. 4 2 7 ضرب 1 7 9. تعال بقى نعملها عشان هيطلع كبيرة شوية. أول حاجة 4 1 4 1 4 و7 4 و9. بعد كده 2 و1 2 و7 2 و9. بعد كده 7 و1 7 و7 7 و9. يبقى خلصت على كده. كل ما سبق هو إجابات نموذج ألف. نصيحة ليك، حل الأول بنفسك وبعد كده شوف انت حلت صح أو غلط وافهم أخطائك فين، ما تاخدش الحل وتجري على طول. بالنسبة لب وج نفس القصة برضو، نفس الأفكار تقريبا، نفس كل حاجة، مفيش داعي إن هي تتحل بالتفصيل. راجع ألف وفهمه كويس، هتلاقي نفسك بتعرف تجري كويس جدا في بي وفي بي وسي.